هي دي الفطيرة بتاعت الزمن الجميل. الفطيرة اللي باللبن والسكر، مش زي دلوقتي الفطيرة بالصدوق والكلام ده. السلام عليكم ورحمة الله، إيه الأخبار يا جماعة؟ عاملين ايه؟ وزي ما قلت لكم يا جماعة الفيديو اللي فات، يعني إن شاء الله هقول سؤال والناس هتكتب الإجابة في الكومنتات. الفيديو اللي فات كان سؤال الفيديو: من هو الذي ساعد سيدنا إبراهيم في بناء الكعبة؟ هي الإجابة سيدنا إسماعيل. لكن طبعا الفيديو اللي فات ما عملش أي تفاعل وما كانش فيه أي كومنتات ولا حتى لايكات. فبإذن الله يعني الفيديو ده إن شاء الله يجيب تفاعل ويجيب لايكات ويجيب كومنتات كتير. سؤال الفيديو ده بقى: من هو النبي الذي مات ولم يولد؟ أول 5 هيكتبوا كومنتات هظهرهم معايا الفيديو اللي جاي بإذن الله. في الفيديو ده بقى هتجيب فطيرة صغيرة من الفرن. بعد كده هتجيب كنكة وتحط فيها شوية لبن وتحط معلقتين سكر صغيرين وتفضل تقلب، أو ممكن ما تحطوش سكر خالص، ده انتوا حرين طبعا. بس أنا عن نفسي حطيت معلقتين سكر صغيرين عشان اللبن يبقى محلي شوية، وممكن كمان تحط فانيليا مع السكر. بعد كده تسيب اللبن يغلي وهتجيب صينية وتحط فيها الفطيرة وهتنزل عليهم باللبن، وهتسيب الفطيرة في الفرن لمدة 5 دقايق. بعد كده هتحط حبة جوز هند، دي حاجات اختياري، دي لو انتوا مش عايزين انتوا حرين برضو، وعليهم حبة زبيب. وزي ما انتوا شايفين يا جماعة، بص شكلها عامل ازاي، يعني الصراحة شكلها عظمة. هناكل بقى بسم الله. يعني الفطيرة طرية جدا وطعمها جميل، انصحكم تجربوا الطريقة دي. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلوا كل جديد. سلام عليكم.